الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 3 رسائل مختصرات جدا. أول رسالة لشعب سوريا، شعب الشام. يا أخوان، يقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. عندنا خوف، عندنا جوع، عندنا شهداء، عندنا حرق للمحاصيل، عندنا كل ما ذكرنا، ولكن الله سبحانه وتعالى قال: وبشر الصابرين. من الذي قال؟ الله سبحانه وتعالى: بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، كل ما ذكرنا هو مصائب يا أخوان، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأنتم يا فصائل الشام، ألم تسمعوا قول الله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لن أذكر غير ذلك. وأنتم أيها المغتربون، يا من تقدمون وتبذلون، أيضا أسمعكم قول الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فيا أخوان، هذه الآيات يكفي قول الله، لا نستطيع أن نتكلم بعد قول الله كلام. فيا أهل الشام اصبروا، ويا أيها الفصائل توحدوا، ويا أيها المغتربون، يا من يملك المال أنفقوا. وجزاكم الله خيرا، أخوكم من أرض الشام، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.